فامي كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير وبصحه جيده كيف ما العاده. اليوم جيتكم بفيديو جديد ووصفه جديده بطبيعه الحال. المهم الخوت ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم. اليوم بغيت نصايب معكم بيتزا بواحد لاصوص ديالها كتجي رائعه، كتجي هائله الخوت، ما نكذبش عليكم غادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها نهائيا الخوت. المهم الخوت كما قلت لكم بلا ما نطول لكم الفيديو الخوت، هنا راني حكيت مطيشه وحكيت الثومه حتى هي، وهنا راني درت لكم العطريه كامله غير تحميره وخرقوم والابزار والملحه وقزبر ومعدنوس. وهنا خوت غندير شويه الزيت وغادي نديروها فوق البوطه وغنخليوها تشحر مزيان 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 حتى تنشف لينا من الماء ديالها وتنشف لينا من كلشي. العجينه ديالها هي الاهم حاجه. المهم الخوت العجينه غنديروا فيها شويه د الملحه، غنديروا كاس قل شي حاجه ديال الزيت، 2 معالق ديال الزبده هي اللي كتخلي العجينه ديالها باش كتجي رطبه. عندنا قبيصه ديال الابزار، قبيصه هكا في يديكم ديال الابزار، وعندنا الزعتر، هانتوما ها هو الزعتر. وبالنسبه للدقيق على حساب الكميه اللي بغيتي نتي تقدري ديريها في الدقيق. المهم غير خماره وحده ديال الحلوه، غنبسبسوا هادشي مع بعضياتو. المهم الخوت هانتوما واش كشتو راني بسبستها، غنديروا الماء دافي غنجمعوا هادشي مع بعضياتو. المهم الخوت هانتوما كيف ما تشوفوا انا راني جمعت العجينه، هي خاصها تكون في يدكم، خاصها تكون رطبه، من يلا تكونوا كتجمعوا فيها قبل ما تبداو الدليك خاصها تكون رطبه. المهم الخوت خاصنا ندلكوها هكا مزيان حيت هي راه كتبغي الدليك الخوت رطبه. هانتوما هكا المهم الخوت صافي بركه عليها. هانتوما كيفاش خاصها تكون كيف ما وريتكم. دابا غادي نديروها نغطيوها بشي بلاستيكه باش ترتاح معنا ونرجع معكم. المهم الخوت هي العجينه من بعد ما ترتاح غادي نقسموها دابا على 4. هانتوما دابا غنكوروها هكا هانتوما شفتوا الحجم اللي كتعطي بحال هكا الخوت. هذه بانت لي شويه صغيره غنزيد فيها العجينه الاخرى. المهم الخوت حنا من بعد ما كورنا هاد سميتو. وحاجه اخرى الخوت دابا انا حتى مزروبه غادي نزرب عليها بالزربه غادي نطيبها. حاجه اخرى اللي بغى العجينه ديالو تجي زوينه وناضيه السر ديالها هو انك تعجنيها بحال هاد الوقيته هادي وتخليها حتى للغد هي اللي باش تخدمي بها. يعني غير تعجنيها وتخليها تخمر ياك شي ساعه بحال ما هكا تخمر مزيان، ما تخافيش عليها ما هي ما كتخسر ما ديش حاجه. وتديريها تقرصيها بحال ما هكا يعني تكوريها وتديريها في واحد اللاطه وتغطيها وتخليها حتى للغد هي اللي باش تقدري تخدمي بها وكتجي واعره البنات. المهم دابا غادي نصايب معكم هادشي. المهم الخوت انا غادي نبدا نشكل في العجينه ديالي بحال ما هكا الخوت. الا بغيتو تجيبوها دائريه مقاده تبقاو نتوما كديروا هكا وانتوما كدوروا، وملي كدوروا راه كديروا على واحد اللعيبات كيكونوا هنايا طالعين الجناب راكم عارفين. المهم خليكم معايا. هما خوت هاد لما شفتوا راني درتها نديروا شويه الطحين بحال ما كنخوت نديروا هكا باش كتزيد الحجم ديالكم في الطريقه هذه راك تزيد في الحجم ديالها. صافي خوت هي هذه خوت العجينه ديالنا والاخرى حتى هي. خوت حتى
هي غنديروا لها نفس الحركه. هاد الحركه الخوت هذه راه كترقق العجينه، كتسرح لنا العجينه، ونفس الوقت كتزيد لنا في الحجم ديالها. هانتوما الخوت في هاد المرحله هذه راه كنتقبوا العجينه وصايه. من بعد ما طابت ليا واحد نص دقيقه بلاصوص، ها هي شوف كيفاش جات ناشفه الخوت. هانتوما غنديروا البصله والفلفله